المهم، هو مع تغير الشهور والسنين الاصول اتغيرت، الاخلاق اتغيرت، الاسس اللي احنا اتربينا عليها ان الاخ الكبير يحل محل الاب اتغيرت. يعني ايه اللي مطلوب من الاخ الكبير بعد رحيل الاب؟ يطمع في حاجة اخواته اذا كان عندهم حاجة، يطمع في حاجة البنات اذا كان له اخوات بنات، يطمع في حاجة اخ صغير ليه اذا كان له اخ صغير. ما هو مهما السن اتقدم بالاخ الصغير فبرضه هيفضل صغير لان فيه اللي اكبر منه. طيب، ولا الاخ الكبير ده مفروض ان هو يكون اناني؟ مفروض ان هو يكون جاحد على اخواته؟ مفروض، لان هو طبعا اللي وصل للدنيا الاول، ففي اخوات كتير اتدلعوا جامد. فمن كتر الدلع بقى في، مش بتكلم على كل الاخوات الكبار على فكره، لا ده في اخوات كبار انا شفتهم بسم الله ما شاء الله اتقوا ربنا على اكمل وجه مع اخواتهم الرجاله. واخواتهم الرجاله اللي اصغر منهم ما كانوش مجرد عيال صغيره، لا ده كانوا رجاله ومتجوزين ومخلفين، واولادهم كمان على وش جواز، بس اسمهم صغيرين عن الاخ الكبير. فلما جه الاخ الكبير يستحوذ على بيت الاسره، قبل ما يستحوذ على بيت الاسره كان جايب لكل اخ في اخواته بيت، سواء كنا بنتكلم على وجه قبله او بنتكلم على وجه بحري.